اهلا بيكم في فقره ماركت بولس ليوم السبت. النهارده هنتكلم عن حاله سوق العمل للديف اوبس في مصر وكمان في اهم مناطق الشرق الاوسط زي الامارات العربيه المتحده والسعوديه. هل فعلا السوق اتشبع بمهندسين الديف اوبس ولا لسه في طلب عالي؟ وهنشارك معاكم احدث الارقام والاتجاهات علشان نعرف وضع التوظيف في المجال ده في منطقتنا. نبتدي بمصر اللي قطاع التكنولوجيا فيها بيشهد نمو سريع جدا. تخيلوا ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقى اسرع قطاع نموا في الاقتصاد المصري، بيساهم بحوالي 5.8% من الناتج المحلي في 2025 والهدف يوصل ل 8% بحلول 2030. الحكومه كمان استثمرت حوالي 2 مليار دولار في اخر 3 سنين لتطوير البنيه الرقميه وتوسع مراكز الابتكار لحد 32 مركز بحلول 2026. العدد المتوقع للمتخصصين في التكنولوجيا هيزيد من 130 ألف حاليا إلى 550 ألف خلال السنين الجاية. رقم ضخم بيوضح قد إيه الفرص هتكتر. طيب بالنسبة لمجال الديف أوبس نفسه في مصر، الحقيقة إن الطلب عليه عالي والشركات الكبيرة بتدور على المهارات دي بنشاط. مثلا شركات رائدة زي أورنج وغيرها بتعين مهندسين ديف أوبس علشان يشتغلوا على بنية تحتية سحابية وتطبيق أدوات CI/CD والحاويات. الوظيفة دي بقت من أفضل الوظائف التقنية في مصر سنة 2025 وبيتراوح متوسط الرواتب من حوالي 450 ألف جنيه مصري سنويا في الشركات الكبرى والستارت اب. ده طبعا بيعتمد على الخبرة، بس حتى المهندسين الجونيور بقوا ليهم فرص مع توسع السوق. يكفي أقول لكم إن في أواخر 2025 كان في أكتر من 400 وظيفة ديف أوبس شاغرة على موقع جلاسدور، رقم يدل ان الطلب لسه قوي ومش واقع. ومع النمو السريع ده دور مهندس الديف اوبس بقى اساسي للشركات المصريه علشان تحدث عملياتها وتفضل تنافس عالميا. معنى الكلام ده ان السوق لسه بعيد عن التشبع في مصر، بالعكس الشركات عايزه خبرات ديف اوبس ومش بتلاقي عدد كافي احيانا. لكن ده ما يمنعش ان في تحديات. الفجوه المهاريه موجوده. تقارير عالميه اشارت ان 37% من مدراء الاي تي بيشوفوا نقص في مهارات الديف اوبس ضمن فرقهم. وفي السعوديه كمان حذروا من ندره مهنيين الديف اوبس المحليين وضروره الاستثمار في التدريب والتطوير. في مصر الوضع مشابه، ناس كتير بتتعلم ديف اوبس فعلا لكن الخبره العمليه العميقه لسه في مرحله البناء. علشان كده بنشوف مبادرات تدريبيه وكورسات كتير طالعه وحملات اب سكيلينج داخل الشركات بنسبه 68% حاليا مقارنه ب 30% بس في 2020. الخبر الحلو ان حتى لو المنافسه على الوظائف بتزيد مع دخول ناس جديده المجال، الطلب من ناحيه الشركات كمان في ارتفاع مستمر، فالاتزان مطلوب. نروح على دولة الإمارات اللي تعتبر مركز تقني إقليمي ووجهة لجذب الكفاءات. مهندس الديف أوبس من الوظائف الأعلى طلبا في الإمارات ضمن قائمة أهم 10 وظائف تقنية سنة 2025، وده منطقي مع طفرة التحول الرقمي في دبي وأبو ظبي. شركات الفينتك والاتصالات والرعاية الصحية هناك بتعتمد على الكلاود وأتمتت عمليات التطوير بشكل كبير، فبقى في احتياج للي يقدر ينفذ نشر سريع للتطبيقات على منصات سحابية. بحسب بيانات جلاسدور كان في حوالي 340 فرصة عمل لمهندسين الديف أوبس في الإمارات مؤخرا، رقم بيعكس نشاط التوظيف في المجال. المثير للإعجاب كمان هو مستوى الرواتب. متوسط راتب مهندس الديف أوبس في الإمارات حوالي 301 ألف درهم سنويا، يعني حوالي 145 درهم في الساعة. المدى بيختلف طبعا حسب الخبرة والشركة، لكن بشكل عام الإمارات معروفة إنها بتقدم باكيجات مغرية علشان تجذب أفضل المواهب التقنية من كل مكان، وده عامل بيخلي المنافسة على الوظائف هناك عالية. لكن في نفس الوقت السوق ضخم ومتنوع، ففرص التعلم والنمو كبيرة جدا. الشركات في الإمارات مركزة على تسريع الديبلويمنت وتحسين الأوتوميشن، فدور الديف أوبس أساسي في تحقيق المعادلة دي. بتلاقي مثلا بنوك وشركات اتصالات كبيرة عندها فرق ديف أوبس كاملة بتشتغل على تحسين زمن طرح المزايا الجديدة للسوق. كمان ثقافة العمل هناك دولية ومتعددة الجنسيات، فلو أنت مهندس ديف أوبس مصري أو عربي ممكن جدا تلاقي فرصة في الإمارات، إما بالانتقال هناك أو حتى عن بعد. دلوقتي العمل عن بعد بقى مقبول عالميا، وشركات الخليج بدأت تستقطب مهندسين من مصر والأردن وغيرها يشتغلوا معاهم. ده اتجاه مهم برضه في سوق التوظيف. الحدود الجغرافية قلت أهميتها في وظيفة زي ديف أوبس، ممكن تتعامل مع سيرفرات وكلاود من أي حتة. بالنسبة للسعودية الوضع برضه اكسايتنج جدا. تحت مظلة رؤية 2030 المملكة بتضخ استثمارات ضخمة في التحول الرقمي. تقرير حديث بيقول سوق الديف أوبس في السعودية كان حوالي 1.8 مليار دولار في 2024 وممكن يوصل 6.6 مليار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي مذهل. الرقم ده بيوضح ان مفيش تشبع خالص، ده طلب بيزيد بوتيرة عالية جدا. ليه؟ علشان السعودية بتتبنى احدث التكنولوجيات في الحكومة والمال والصحة والطاقة.
شركات النفط مثلا وحتى الوزارات بدأوا يدركوا أهمية منهجية ديف أوبس علشان تسريع دورات التطوير وزيادة الاعتمادية. التحول الرقمي الهائل ده خلى المؤسسات السعودية تتبنى أدوات ديف أوبس ومنصات الكلاود بقوة. على سبيل المثال 62% من المنظمات هناك بتستخدم دوكر و45% بتستخدم جينكنز حسب مسح حديث. دي أدوات أساسية في عالم الديف أوبس، وارتفاع نسب استخدامها إشارة إن ثقافة الديف أوبس انتشرت. الشركات التقنية الكبرى في المملكة بتكون فرق ديف أوبس داخلية، زي شركة الاتصالات السعودية STC عندها فريق فيه أكتر من 100 مهندس ديف أوبس شغالين على تحسين البنية التحتية والخدمات. كمان مزودين الكلاود المحليين زي SAF CSP أعلنوا خطط لتوظيف العشرات من مهندسي ديف أوبس لدعم التوسع السحابي عندهم. مش بس قطاع التكنولوجيا البحتة، قطاعات البنوك والتمويل والرعاية الصحية والطاقة كلهم طالبين خبرات ديف أوبس لتسريع إطلاق التحديثات وضمان استقرار الأنظمة. الطلب ده بينعكس برضو على فرص الوظائف. مواقع التوظيف زي بيت.com وغيره بيظهر فيهم إعلانات كتير على مهندسين ديف أوبس بالرياض وجدة. ومع إن الأرقام الدقيقة لوظائف السعودية أقل شوية من الإمارات مثلا بحوالي 130 وظيفة معلنة مؤخرا حسب بعض المصادر، بس لازم نفهم إن جزء من التوظيف هناك بيحصل عبر شركات استثمارية أو عقود مشاريع ضمن مبادرات 2030، ودي مش كلها معلن عنها للعامة. نقطة مهمة لازم نذكرها، رغم الثورة دي التحديات الثقافية والمهارية موجودة برضو في السعودية. زي ما قلنا كتير من المؤسسات التقليدية هناك متعودة على فصل واضح بين فرق التطوير والتشغيل أو ما يسمى بالسايلوزد تيمز، والتحول لمنهج الديف أوبس محتاج تغيير ثقافي داخلي للتعاون والمسؤولية المشتركة. كمان مش كل الشركات لاقيه عدد كافي من المهندسين المحليين عندهم خبره ديف اوبس عاليه، فبيضطروا يستثمروا في تدريب الكوادر او استقطاب خبرات من بره، وده فتح مجال لشركات استشاريه توفر خدمات ديف اوبس ايجايل كتيره في الخليج عموما. فعشان نلخص اللي احنا قلناه، صورة السوق في مصر والإمارات والسعودية بتقول إن مجال ديف أوبس لسه بينمو بقوة ومش مشبع، بالعكس الطلب على المهندسين اللي عندهم خبرة في CI/CD والكلاود وأتمتة البنية التحتية في ازدياد مستمر. السوق المصري فيه فرص رائعة خصوصا مع نمو الشركات الناشئة والصادرات الرقمية. الخليج سواء دبي أو الرياض بيقدم فرص ذهبية ورواتب منافسة جدا للي معاه المهارات المطلوبة وعلى استعداد ينتقل أو يشتغل عن بعد. أهم نصيحة لأي حد عايز يدخل المجال ده، ركز على تطوير مهاراتك التقنية باستمرار وكمان مهاراتك الشخصيه، لان الشركات مش بتدور بس على حد بيكتب كود، انما كمان حد بيتاقلم ويتعلم سريع ويشتغل كويس ضمن فريق. وبرغم المنافسه المتزايده، الميزه ان عدد الفرص نفسه بيزيد والسوق عطشان لخبرات الديف اوبس. لو انت ديف اوبس انجينير حاليا او بتفكر تبقى واحد، فالوقت مناسب جدا انك تقتنص الفرص دي. خلي عندك عقليه التعلم المستمر لان التقنيه بتتغير كل يوم، وخلي سيرتك الذاتيه دايما محدثه بالتولز والتجارب الجديده اللي اكتسبتها. ماركت بالس بيرجع لكم الاسبوع الجاي بموضوع سوق جديد، وخليك فاكر سوق الديف اوبس في منطقتنا شغال زي القطر السريع، اللي جاهز يطلع معاه هيلاقي فرص واستقبال باهر.